السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة يومياتي ووصفاتي. النهارده بإذن الله هنعمل صينية مكاريل حلوة أوي هتعجبكم بإذن الله. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك ويلا بينا على التحضير. أول حاجة معايا بصلتين متقطعين طرنشات وجزرية مبشورة وفلفل أخضر وطماطم وثوم وملح وفلفل أسود. وهنا معايا المكاريل متقطع ومتنضف، ومعايا خلطة تانية اللي هحشي بيها المكاريل نفسه. هنا معايا هريسة وملح وثوم وكزبرة وفلفل اسود وكركم وليمونة كبيرة. هعصر الليمونة على الخلطة اللي انا هحشي بيها المكاريل نفسه بحيث ان هي تبقى جاهزة معايا. هعصرها كويس وبعد كده انا محتاجة شوية هريسة على الخلطة اللي انا هخليها في الارضية، وهقلبها كلها مع بعضها وهتبلها طبعا بملح وفلفل اسود مع الثوم والهريسة والخضار، وهي هقلب كله مع بعضه كده لغاية ما كله كده يتجانس. انا بحب الاول ادعك البصل بالملح والفلفل الاسود، وبعد كده هدعك الخضار كله على بعضه. يا ريت لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسنيش في اللايك والاشتراك، ودعوه حلوه منك كده ان انا ان شاء الله ربنا يوفقني واقدر ان انا اكمل باذن الله. كده خلاص هخلي الخضار كده في الارضيه، وكمان انا هحشي بيه بطن السمكه كمان مع التتبيله التانية بحيث ان ياخد الطعم الجميل بتاع البصل والثوم على بعضه كده برضو هيبقى جميل قوي. دي التتبيله التانية اللي هي الهريسه والثوم والملح والفلفل الاسود والكزبره والليمون، وهقلب كله مع بعضه كده. دي بقى التتبيله اللي هحشي بيها بطن السمكه نفسها. الطريقة دي ممكن تعملي بيها أي نوع من السمك برضو، يعني تقدري تعمليها بقى بولتي مكاريل تونة، كل الأنواع الأسماك اللي انت عايز تعمليها سهل جدا تعمليها كده. البوري لما بيتعمل بالطريقة دي بيبقى جميل جدا. فطريقة ممكن إن شاء الله لو جربتيها هتعجبك بإذن الله وتعتمديها في كل أنواع السمك اللي هتعمليها. كده خلاص بتبل الاول بالتتبيله التانية وبعد كده احط ايه برضو من التتبيله اللي تحت او الخضار. يبقى كده انا خدت الطعمين مع بعض. وبراحتك حبيتي تحطي برضو من الخضار تمام، حبيتي تحطي الثوم والملح والفلفل الاسود والبهارات برضو تمام مفيش مشكله. كده خلاص حطيت برضو نص كوبايه ميه، وعندي كل حاجه متبله، السمك متبل والخضار اللي تحت متبل، وهحطها على النار ربع ساعه كده، وبعد كده احطها في الفرن تاخد الوش. انا كده بوريكي بقى لما قطعت عليها ليمون عشان انا نسيت احط عليها ليمون في الاول طرنشات، وحطيتها في الفرن بقى كده خدت وش جميل وحاجه اخر جمال. وحضرت معاها بقى شويه رز بالبصل كده متحمرين وسلطه. ويا ريت ما تنسينيش في اللايك والاشتراك، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.